يا مساء الفل، عاملين ايه؟ رب تكونوا كويسين. وحشتوني جدا من الفيديو اللي فات. وتعالوا بقى نعمل مع بعض النهارده وصفه جديده عجبتني. انتوا عارفين لما بلاقي وصفه جديده ما قدرت ان انا اعملها بعملها. اول حاجه هنسمي الله ونجيب فنجان صغير من الكريم شانتيه الخام بدون سكر، وحطيت عليه معلقتين كبار من العسل. لو عندك سكر بودر يكون افضل، بس انا ما كانش عندي. ونزلت عليه بكوبايه الا ربع من اللبن. طبعا نزلت عليه بالتدريج، هو ما خدش الكميه كلها، بس انا عايزه اقول لكم انا عملت تيست حلو قوي. حطيت لبن رايب عليه شويه لبن، او حطيت زبادي عليه شويه لبن. بجد بيدي للكريم شانتيه تيست حلو قوي، بيخليه طعمه عامل زي التشيز كيك بالظبط للي ما بيحبش طعم الكريم شانتيه. وضربته بالمضرب لحد قوامه عمل زي المنقار كده. لما بتشيلي المضرب يديكي منقار كده في المضرب، او ما بيقعش من المعلقه، علشان كده يبقى مظبوط. جبت بولة تانية وحطيت فيها 3 بيضات ومعلقتين كبار من السكر وظرف فانيليا، وحطيت كوباية من الدقيق. وهبتدي ان انا ادخل الدقيق عشان ما يبقاش فيه اي تكتلات. ولو وصلتوا معايا للمرحلة دي ما تنسوش اللايك واشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس، تكتبوا لي كومنت حلو منكم يشجعني ان انا انزل فيديوهات اكتر، وايه الوصفات اللي انتوا عايزيني اجربها معاكم. ونزلت بمعلقتين كبار من الكاكاو، وهبتدي اقلب كل ده مع بعض. انا لسه ما حطيتش اللبن. وهنزل بالتدريج باللبن، هقلبه كده بقى علشان يوصل للقوام اللي انا عايزاه. انا مش عايزاه ولا خفيف ولا تقيل، انا عايزاه يبقى وسط، يبقى اخف من الكيك. وهقلبه كويس عشان ما يبقاش فيه اي تكتلات. انت لو عايزه تعملي الخطوه دي في الخلاط او في الكبه ممكن تعمليها، بس انا استسهلت وعملته يدوي كده بالمضرب اليدوي. هو ما خدش مني اي وقت، استسهلت الصراحه علشان مهلكش مواعين كتير. انتوا عارفين اللي احنا ايه، ما بنحبش نقف في المطبخ لانه بيبقى حر جدا، فبنحاول اللي احنا نبقى اقتصاديين يعني في المواعين وكده. بس هبتدي بقى ان انا اقلب كويس قوي. لازم تتاكدي ان الدقيق كله اختلط مع بعض وما بقاش فيه اي تكتلات خالص. وهنزل عليه بمعلقتين كبار من السمنه او معلقتين كبار من الزبده على حسب المتوفر عندك. انا كان متوفر عندي سمنه. هنبتدي برضو نقلبه كويس جدا ونخلطهم مع بعض علشان نتاكد ان الخليط ما بقاش فيه اي تكتلات. هنبتدي اللي احنا نصفيه. هنجيب بقى الطاسه تكون ما بتلزقش، لو بتلزق ادهن لها كده دهنه بسيطه. انا زياده تاكيد دهنت لها كده دهنة بسيطة. وهبتدي بقى بأي كوباية أي كبشة زي ما انا بعمل كده، هحط ربع فنجان. انا مش عايزة الكريباية تبقى سميكة، انا عايزاها تبقى رفيعة خالص. هتحطي ربع كوباية من الخليط اللي احنا عملناه ده علشان يبقى مقياس عندك. وتحطي بس في الطاسه وتوزعيه بالشكل اللي احنا عملناه ده. انا مش عايزه الكريبايه تبقى سميكه، انا عايزاها تبقى رفيعه. واول ما تبتدي تعمل فقاقيع كده حاولي ان انت تسلكيها بسهوله، هي ما بتاخدش وقت خالص، بتستوي بسرعه جدا. طبعا انا مخليها على نار متوسطه علشان ما تنشفش مني. وهبتدي ان انا اقلبها الناحيه التانية. هتحاولي ان انت تسلكيها كده من الاحرف، وهتبتدي ان انت تشيليها بهدوء وتقلبيها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده علشان ما تتقسمش. وما تخافيش، انا عايزاكي تبقي واثقه من نفسك وانت بتعملي اي وصفه، او عامه وانت داخله المطبخ او ما تخشي كده عتبه المطبخ. انا عايزاكي تبقي واثقه بنفسك وتسمي الله، وكل حاجه تطلع معاكي مظبوط. انا ليه بعمل خطوه الكبشه دي؟ علشان كل حاجه تطلع سمك واحد وتبقى مقاسها مظبوط. انا عايزه كله يبقى مقاس واحد وسمك واحد. لو حطيت من الطبق كده على طول مش هبقى عارفه السمك قد بعضه ولا لا. انتوا فاهمين قصدي؟ انا كده خلاص خلصت الكميه كلها، عملت معايا 12 او 13 واحده. بجد كانت تحفه، هي اصلا تتاكل كده لوحدها، بس طبعا الوصفه كده ما خلصتش. تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه. هنجيب الكريباية، وما بين كل واحدة والتانية هنحط عليها طبقة كريم شانتيه، بس مش طبقة سميكة، طبقة خفيفة يعني، علشان انا عايزة ألزق الطبقتين في بعض. انتوا فاهمين قصدي؟ هنفرد كده، هنجيب اول طبقة كده وحطيتها في الطبق، وهنحط عليها كريم شانتيه، وهنحاول ان احنا نفرده ما يبقاش فيه اي تكتلات. انا عايزه اقول لكم بجد حبه اللبن الرايب او الزبادي اللي انا حطيتها على الكريم شانتيه ودت طعمها في حته تانية خالص، بقى طعمه عامل زي
للتشيز كيك بالظبط. اداله مزازه كده حلوه، وفي نفس الوقت فيه تسكيره كده تحفه بجد. لازم تجربوه بجد، وحطوا عليه لبن رايب او زبادي، هيخلي طعمه تحفه تحفه تحفه. انا خلاص حطيت الطبقات كلها وكسيت كله بالكريم شانتيه زي ما انتوا شفتوا. غلفت كل الطبقات كده بالكريم شانتيه. انا هعمل تورته بس تورته كريب، بجد كانت خطيره وتحفه، والطبقات من جوه انتوا هتشوفوا في اخر الفيديو، بس ما تجروش عشان انا عارفه كده دلوقتي هتجروا الفيديو عشان تشوفوا اللي انا بقول لكم عليه، بس اللي هيجري انا هعرف وهزعل. ماشي، انا بحاول اللي انا بسويها كده. طبعا انا ما عنديش امكانيات اللي هي والعدد بتاعه التورته، انا بستعمل الموجود عندي. بحاول ان انا اسوي كده علشان ما يبقاش فيها اي مطبات وتضايقني في التزيين. هنعمل بقى صوص الشوكولاته. حطيت 3 معالق من الكاكاو كبار، انا ما حطيتش، انا عايزه بس كميه بسيطه. حطيت 3 معالق من الكاكاو الخام، وانزل عليهم بنص كوبايه من اللبن. انا ما بحبش احط السوائل كلها مره واحده، بحطها بالتدريج علشان لحد ما اوصل للقوام اللي انا عايزاه. وهضيف ربع كوبايه من السكر ومعلقتين كبار من اللبن البودر، وهضيف اللبن بالتدريج لحد ما يوصل للقوام اللي انا محتاجاه. انا ضربته في الخلاط لحد ما اتاكدت ان السكر خلاص داب وكل حاجه اتجانست مع بعضها، ما بقاش فيها اي تكتلات من الكاكاو. بصوا بقى الصوص عامل ازاي. سبته في التلاجة بس كده لمدة 10 دقايق اللي هو يتقل معانا. هو كان تقيل بس سبته في التلاجة كده علشان يجمد معانا. وابتديت بقى ان انا اصبه على التورتايه اللي احنا عملناها، بجد كانت شكلها حلو قوي. غطيتها كلها بصوص الشوكولاته، وانا كنت سايبه كريبايه ما حطيتهاش، كنت سايباها كده علشان احطها من فوق الوش عشان اعرف ازين بيها. حطيتها بقى بالشكل ده وبجد كانت خطيرة. وعملت بقى الكريم شانتيه بعد ما سبته في التلاجة شوية على ما اخلص بقية الخطوات، علشان طبعا انتوا عارفين ان الجو حر والحاجات دي بتسيح بسرعة. ابتديت بقى اجيب القمع بتاعي واعمل كده وردات بسيطة. يا جماعة التزويق وكل الحاجات دي على قد، يعني انا بعمل الحاجات دي في البيت بايدي انتوا، لان انتوا عارفين لو جبنا الحاجات دي دلوقتي من بره بقت بتبقى غالية قوي. فانا حبيت ان انا اغير واجرب، وانا ما لقيتش التورتايه دي خالص بره، فحبيت ان انا اجربها وبجد طلعت رهيبة. انت طبعا زينيها على حسب الامكانيات اللي عندك. انا حبيت ان انا ازينها كده بحاجات بسيطة، وعملت رقم 8 لان دوت كان عيد جوازنا الثامن. وانا الصراحة كنت تعبانة وما كنتش قادرة ان انا اخرج، فحبيت ان انا احتفل كده في البيت بحاجة بسيطة، وعملت تورتايه كده بسيطة وبجد عجبت جوزي قوي. وكانت طعمها جديد. حاولي انك تفرحي نفسك وتفرحي اهلك واسرتك واولادك، وخليهم يعملوا معاكي ويساعدوكي ويزينوا معاكي في المطبخ، بجد هيبقوا مبسوطين جدا، وهيبقى مبسوطين اكتر بالنتيجة. وكمان لما تكون شكلها حلو وهما بيزوقوها على مزاجهم. انا كل المقادير وكل الحاجات كانت موجودة عندي في البيت، انا ما جبتش حاجة خالص من بره. وبجد ما كلفتنيش حاجه، وبجد كانت طلعت خطيره وجديده انا ما شفتهاش بره. وباقل التكاليف ومكونات موجوده عندك في البيت هتعرفي ان انتي تعملي لهم حاجه حلوه وحاجه جديده، وهتبسطي اولادك واسرتك. وبالعكس انتي هتوقفي اولادك معاكي في المطبخ اللي هم يساعدوكي بقى في التزيين ويعملوها معاكي. بالعكس دوت هيديهم ثقه زياده في نفسهم، وهيبقوا حابين اللي هم يساعدوك. وطبعا حطي بقى الرقم اللي انت عايزاه والتزيين اللي انت محتاجاه، وبرده ممكن تحطي تدخلي فيها مكسرات سوداني ايا كان الموجود عندك والمتوفر عندك، ما تكلفيش نفسك خالص. وبس كده، انا عايزاكم بقى تقولولي كل سنه وانتم طيبين، علشان دوت عيد جوازنا الثامن. فانا هستنى بقى التعليقات بتاعتكم الجميله، واللي انتوا تفرحوني وتحفزوني اللي انا اعمل لكم اختراعات جديده الفتره اللي جايه، وهي بتتقطع بكل سهوله. بصوا بقى الطبقات اللي جوه عامله ازاي، بجد بجد كانت خطيره وكان شكلها حلو قوي. انا عايزه اقول لكم انا كنت عايزه افتح لكم الفلاش بس الموبايل كان بينهار مني لان كان هيفصل شحن. بصوا بقى من جوه شكلها عامل ازاي، وانا كمان حطيت من جوه طبقه كده مانجا، بجد كانت شكلها رهيب وطعمها فظيع، بجد لازم تجربوها.
لازم 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 هتعجبكم جدا وهتدمنوها. انا بحاول بس اوريكم الجمال وبجد الحلاوة اللي انا شايفاها. انا عايزاكم يعني تشوفوا كل حاجة انا شايفاها بجد، وكان نفسي بجد تكونوا موجودين معايا عشان ادوقكم. بصوا اصلا الطبقات اللي هي الكريب اللي بالشوكولاته والكريمه والمانجا بجد كانت شكلها خطير والالوانات تحفه. انت ممكن تعمليها بدل ما تحطي كاكاو على الكريب، على عجينه الكريب، ممكن تعمليها بيضه وتغيري وتخلي الكريم شانتيه بالشوكليت، يعني تعكسي. وطبعا التزويق ده على حسب رغبتك انت.